السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جايين لكم النهارده بفيديو جديد. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل سمك السحافة مع بعض، او اللي هو السمك القراميط يعني. اهو انا كنت طبعا بابايا جابولي من الصبح يعني، فنضفته وقطعته وجهزته وغسلته كويس قوي، وكنت نقعاه في ليمون وملح ودقيق وخلطة كده نقعاه فيها يعني عشان ميبقاش فيه زفارة او اي حاجة. طبعا ما شاء الله كان جايب سمكة كبيرة، كان حجمها كبير يعني، فالخلطة بتاعتها كبيرة، ومامتي ما كانتش في البيت، فجت وانا رايحة اقلي، قالت لي بقى انا هقليها انا واعملي الصلصة انتي. اهو كده كنا تبلنا بقى دقيق وتبلناه بملح وكمون وفلفل، وحطيناه في السمك يعني عشان نقليه. كده بقى كنت انا عملت الصلصة عادية خالص. بصلتين حلوين كده، بس انا كنت بشر البصل يعني عشان احنا ما بنحبش البصل يبقى واضح في الصلصة قوي، بالذات بتاع السمك. وبعدين حطيت عليهم طماطم وحطيت فلفل وكمون وحطيت بقى توم وكل البهارات اللي انت تحبيها، بس كتري الكمون لان السمك بيحب الكمون كتير يعني. اهو كده بقى هنقلي بقى كل كمية السمك اللي معانا، وبعدين هنحطها في الطواجن اللي هي الفخار دي. بصي بقى السمك او الصحافة او اي حاجة تحطيها في الطواجن الفخار دي بيبقى لها طعم تاني ونكهة تانية غير ما تحطها في صواني بقى تيفال او ميلامين او سلستين. اه كده خلصنا بقى القلي كله، انت بقى بس بتشوحيها بس عشان تاخد صدمة كده على النار، ما بتقليهاش بقى بحيث ان هي تستوى بس في القلي، لان انت لسه هتحط عليها الطماطم اللي هو الصلصة يعني، وهتحطيها في الفرن تستوى براحتها. كده كنا حطينا بقى الكمية اللي معانا في الطواجن، وقمنا وحطيت انا عليهم الصلصة طبعا، وحطيت عليهم حبة مية صغيرين بحيث ان هي ايه تستوى كده على الهادي، ومبقاش فيها مية كتير يعني، لا تبقى متسبكة حلو كده، احنا منحبش فيها مية يعني. لما بتبقى متسبكة كده بيبقى طعمها احلى بقى وطعم السمك واضح. كده رحنا بقى عند الفرن بتاع اللي هو الفرن البلدي يعني عشان نعملهم فيه. طبعا الغاز غالي وكل حاجة غالية اليومين دي، فحاولي توفري على قد ما تقدري. واحنا طبعا عندنا الفرن بتاعنا في الحتة بتاعتنا يعني مقفول عليه وكده، فأي وقت بنروح نعمل فيه اللي احنا عاوزينه. اهو كده مامتي حطته في الفرن بقى، وديا قبل ما نخرجه ما شاء الله وشه احمر وكان طعمه زي العسل. اهو مفيش فيه اي مية خالص يعني، هما شوية الصلصة اللي انا حطيتهم بس، وحطيت حبة مية صغيرين بس بحيث ان هي تستوى ومبقاش فيها دم ولا اي حاجة من جوه، وما تنشفش بقى تتحرق مننا. ووشهم خد لون كده شكله تحفة الصراحة. جربوها يعني، اي حد عنده فرن اللي هو الفرن البلدي ده زينا كده يعني يجربها فيه، هتلاقي طعمها راح في حتة تانية خالص. كده بقى طلعناهم من الفرن هون، هنغطيهم بقى عشان نروح البيت تاني. مهم. لو وصلتوا بقى معانا للحتة دي اعملوا لنا لايكات كتير يا جماعة، وقولوا لي رأيكم في الفيديو في التعليقات، عشان ان شاء الله نقدم لكم كل جديد. وقولوا لي طريقتكم بقى، انتوا بتعملوا السمك اللي هو السلحفاة ازاي؟ او بتعملوها بسمك بلطي ولا بتعملوها بالسمك اللي هو القراميط زينا كده ولا ايه؟ احنا ساعات بنعمل بلطي برضو، او اللي هو السمك المكريل، بس احنا بنحب القراميط اكتر. وهي طبعا بنجيبها من حد مضمون وحد يكون نضيف يعني، وما شاء الله بتبقى نضيفة واللي هو الجلد بتاعها او كده بيبقى ابيض وزي الفل، مبقاش فيها اي حاجة يعني، عشان الناس بقى اللي هتقول لا ده القراميط حرام ومش عارفة ايه. لا والله احنا بنجيبها من حد قريبنا يعني، حد مضمون وكويس، فضامنين سلامتها يعني الحمد لله. اهو كده انا هاخد بقى الصينية ونروح على البيت عشان نغرف بقى ونتغدى كلنا مع بعض. وعشان بقى بعد الغدا هنعمل حاجة الصراحة ابني اللي كان طالبها مني لان بيروح الحضانة وكده، فقلت اعمل له حاجة عشان اعمل بها سندوتشات بقى الصبح وكده. دول الاساتذة بتوعنا الصغيرين عمالين يلعبوا. الابلة رؤيا كانت لسه صاحية من النوم قايمة الظهر، ف لسه منكوشة بقى وبالحالة اللي هي فيها دي.
فقلنا نتغدى الاول وبعدين بقى هنغير لهم عشان الزفارة بتاع السمك وكده، فقلت اغديهم بقى وبعدين ابقى احميهم واغير لهم بعد الاكل. طبعا اي ام عندها اطفال هتبقى عارفه ان بالذات اللي في السن الصغير ده ببهدل نفسه يعني. فانا ما قلت مش هحميهم بقى غير لما نتغدى مره واحده، عشان ما الجو طبعا ساقع قوي، وكنا الظهر والشمس كانت طالعه بقى ساعتها. فقلت بالمره بقى نتغدى واغسل لهم بقى واغير لهم هدومهم، بحيث ان هي ما ياخدوش برد او كده. ما شاء الله السمك طالع الخرطه بخرطتها، والبرام ما فيش فيه اي ميه بقى او اي سوائل اللي هي تخليكي تحسي بطعم مش لطيف كده. لا، هي كل ما تكون الصلصه بتاعتها متسبكه اكتر وما فيش فيها ميه تحسي بقى بطعمها كامل. اهو كده كنا خلصنا الغدا بقى وغسلنا اللاواعي وظبطنا الدنيا، وطلعت انا كان عندي اللي هو ايه، نص فرخه بس كان وراك. فقلت بقى احنا مش هينفع اطبخه لوحده كده ومش عارفه ايه، فقمت قايمه فرماه في الكبه. بس عشان كان الاوراق بتبقى طريه كده، فما الكبه ما فرمتهمش حلو. اهو دي رغيف عيش من البلدي بتاعنا برضو يا جماعه، انا ما اشتريتش اي حاجه في الفيديو ده من بره، كان كل حاجه متوفره عندي. رغيف عيش كنت بلف في حبه ميه كده وشيلته، صفيته من الميه كويس، وقمت حاطاه على اللي هو الاوراق اللي عندي اللي انا فرماها في الكبه، وهبتدي بقى اعجنهم بايدي انا. حطيت عليهم بقى كمون وفلفل اسمر وفصين توم مهروسين ونص معلقه جنزبيل. وده اللي هو الفيجيتار بارد مش حر. لو انت بتحبي الحر او اولادك يعني بيحبوا الحر، فعادي تعمليها بالحر مش مشكله، بس انا عشان اولادي صغيرين يعني وكده فما رضيتش، فعجنتها كلها وجبت معلقه بابريكا برضو حطيتها فيها. وجبت صينية كده هدعكها بقى، هدهنها بس بحبة زيت في أرضيتها عشان لما افرد دي التوابل بتاع الناجتس يا جماعة. انا قلت حتة الفراخ اللي عندي بقى مش هستخدمها في حاجة، اما اعمل بقى حبة ناجتس للولاد يعني، اعمل لهم سندوتشات بقى وكده عشان الحضانة، وحاجة توفر معايا بقى بدل ما اشتري من بره كل حاجة. يعني اللانشون او البيض او كده او الجبن اللي انا هعمل بقى الصبح، لا ممكن الحبة دول يقضوني يومين 3 لبني سندوتشات وكده. فممكن تشكليها بقى على ايدك كده وتحطيها على صينية او حاجة تتلج في الفرن وبعدين تحمريها، او تعمليها بقى زي ما انا هعملها كده، هفردها في الصينية وبعدين احطها تمسك شوية في الفريزر واطلعها اقطعها. اهو هفردها خالص بحيث ان هي السمك بتاعها يبقى 1 سنتي ما يبقاش كتير يعني. انا كنت حاسه ان الصينيه تبقى كبيره عليها فاشتلتها منها ورجعت حطيت لها في البايركس اللي هو الازاز ده. بس جيت افردها فيه لقيت هتبقى تخينه قوي فيه، ما هيبقى صغير وهتبقى تخينه، مش هتبقى مفروده كده او هتبقى شرايح رفيعه، لا هتبقى تخينه. فرجعت نقلتها تاني في الصينيه اللي انا كنت واخداها فيها اللي هي الصينيه المدوره دي، عشان تبقى مفروده اكتر يعني وما تبقاش تخينه. اهو رجعت بقى نقلتها تاني، وفردتها في دي كويس قوي والجوانب بتاعتها سويتها عشان ما تبقاش طالعه من الجوانب كده، بحيث ان انا وانا بقطعها يبقى شكلها حلو. طبعا لو عندك صينيه زي دي كده بس تكون مربعه احسن من المدوره دي، بس انا الحقيقه ما كانتش عندي الا دي المدوره دي، والصواني التانية بتبقى ألمونيا وكده فما رضيتش اعمل فيهم، قلت اعمل في دي انا وابقى اقطعها انا زي ما احب. اهو بسوي الجنوب خالص وهسوي الوش بتاعها واسيبها في الفريزر ساعة بقى لحد ما تمسك، وبعدين نطلع نقطعها واحطها في الكورن فليكس او الكريسبي، خلطة الكريسبي اللي انت بتشتريها من عند اي عطار، بقت متوفرة عند كل الناس بقى حاليا يعني، اي سوبر ماركت او اي عطار بتقول له عايزة خلطة كريسبي عشان تحطيها مثلا في بانيه في ناجتس في اي حاجة بقى انت تحبيها. ممكن تعملي بقى كنتاكي بدل بقسماط او بدل اللي هو الدقيق يعني والمية، تعمليها في الكورن فليكس احسن. كده كانت مسكت. انا الصراحه ما سبتهاش في الفريزر كتير يعني، لان ولادي ساعه ما لقوني بعملها قالوا لنا يا ماما عملنا سندوتشات وكده، فطلعت منها طلعتها يعني وهي ما كانتش جمدت قوي،
هقطعها هون، وبعدين اطلع لهم كام قطعة كده اقليها واعمل لهم سندوتشات، والباقي بقى هحطه في الكورن فليكس واسيبه في الفريزر بقى لكل يوم الصبح كده اعمله منهم سندوتشات. انتي بتقطعيها بقى زي ما تحبي، ممكن تعمليها مربعات زي ما انا هعملها دي، تقطعيها مثلا صوابع زي الكفتة كده يعني. انتي براحتك، الحاجة اللي تلاقيها مناسبة معاكي او الشكل اللي ولادك هيحبوه عادي بقى. بس هو ده شكل الناجتس يعني. انا قطعتها مربعات صغيرة كده زي الناجتس اللي بتشترى من بره. والله يا جماعة كان طعمها احلى من اللي بتشترى من بره. وحاجة اساسا انا كنت مش هعرف اعملها حاجة الوحيدة يعني الوراك اللي عندي دي ما كانش هينفع اطبخها كده لوحدها ومش هتبقى لطيفة يعني. اهو سمكها رقيق خالص بحيث ان هي ما تبقاش عجين بقى لما تيجي تسويها ما تبقاش عجين كده. ده الكورن فليكس معايا كان انا جبته كان خشن قوي، فاديته فرمه كده في الخلاط، في اللي هي المطحنه بتاع الخلاط، بحيث ان هو ينعم شويه. اهو كده هتكه بقى عليها من كل جانب يعني، ايدي مش هتلمس القطعه مسافه ما احطها في الخلطه بتاع الكريسبي دي. هتك عليها اضغط عليها كده لحد ما الخلطه تمسك على من بره وتعمل كفر حلو كده عشان يبقى مقرمش ساعه ما تحطيه في الزيت. انا ما حبيتش اعملها وهي خشنه كده عشان بيبقى مقرمش قوي، والاطفال طبعا ما تعرفش تاكل الحاجات المقرمشه قوي دي. فقلت لا اطحنه شويه بحيث ان هو ينعم شويه ما يبقاش عامل كفر مقرمش قوي من بره كده. بس هي ما شاء الله كانت مقرمشه وحلوه قوي والله يعني. برضو حتى لما تفرمي اللي هو تطحني شويه الخلطه بتاعتك اللي هي بتاعت الكريسبي دي وتنعميها شويه هتبقى حلو. وشكله بقى بيبقى احلى من البقسماط يعني، شكله بيبقى اعطيكي شكل كده احلى من البقسماط. اهو زي الناجتس الجاهز برضو او زي البانيه اللي انت بتشتريه من بره، ويمكن احلى وانضف بقى. انت بتعملي حاجه في البيت مضمونه، عارفه اللحمه انت عامله فيه ايه وحاطه فيه ايه. وعلى فكرة اللي هو الرغيف العيش اللي انا بليته ده انت ممكن تستبدليه برغيف عيش فينو او شريحتين توست تكوني شايله الجوانب بتاعتهم. بس انا الحقيقه يعني ما كانش متوفر عندي اي حاجه من دي، فقلت اتصرف بقى واجيب رغيف عيش بلدي من عندنا يعني، مش بتاع الفرن كمان اللي احنا بنشتريه، لا ده من العيش اللي احنا بنخبزه احنا. اهو هرجع بقى الصينيه دي تاني الفريزر عشان تجمد، لان هي كانت لسه طريه خالص. ما يعني اللي هو الحبه اللي على الطروف هما اللي تلجوا والباقي لسه ما تلجش. عشان بقى الناجتس ما يشربش معاكي زيت، ممكن تجيبي حله صغيره زي دي وتحطي فيها زيت بحيث يغطي القطع اللي انت هتحطيها. اهو وبعدين تسخنيه اللي هو مش يبقى سخن قوي لدرجه ان هو سخن، لا بتخليه سخن متوسط كده، وتقومي حاطه القطع اللي معاكي. فبعد الزيت ما يسخن وتهدي عليها النار بياخد معاكي حوالي 8 دقايق او 9 دقايق، هو عشان قلبه اللي جوه يستوى ويبقى واخد لون حلو كده من بره وما يتحرقش معاكي، فلازم توطي النار. اهو انا بس هقليلهم كام قطعه دول ياكلوهم كده وخلاص. وهعين الباقي عندي في علبه في الفريزر. انا حطيتهم والله في علبه كده، علبه تخزين. عملتهم برضو في الكورن فليكس وحطيتهم في علبة تخزين في الفريزر. بس المقطع ده اتمسح بقى معرفتش اوريهولكوا. اهو ههدي بقى النار عليهم واسيبهم براحتهم خالص يتحمروا كده على الهادي عشان قلبها يستوى من جوه. بس ايه كل دقيقتين 3 كده قلبيهم عشان ما ياخدوش لون غامق من منطقة واللون والجنب التاني يعني ما يكونش خد لون. اهو ما شاء الله واخده لون تحفة. انا كل ما اجي اطلعها بالشوكة يعني تقوم واقعة، عايزة اصفيها من الزيت قبل ما احطها على المناديل بس تقوم واقعة في الزيت تاني. اهو هي طبعا الطروف ما كانتش كلها متساوية يعني عشان تبقى شكل الناجتس اللي بتاع بره، بس بقية القطع كانت شكلها حلو يعني. بعدين الايام دي بقى مش كل حاجة هنشتريها من بره يعني، كل حاجة سعرها زاد وكل حاجة غلت. فانت لما تعملي حاجة زي دي في البيت لأولادك بقى احسن وانضف.
وهتجيبيها من بره. كده خلاص طلعت لهم بقى الكميه اللي انا حمرتها. هغيرها طبعا، هشتري المنديل اللي هو اتملى زيت ده. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم. حاجه سهله وسريعه هي، ومش مكلفه خالص. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.